ايش المحاور؟ الوضع الآن المحاور هو الوضع الآن في القطيف في العوامية، عندك فكرة؟ بس سؤال. زين، وباسم قناة ماشي. انتم الحين اي قناة باسم القناة الحالية؟ اي قناة؟ قناة العالم. قناة العالم. اها. وضع في العوامية في الدمام، اكو دعوات مظاهرات مثيرة، اي حاجة. في ابلاغ، في مش عارفة انتشار، ما عادي جدا، كلام عادي، ما في اي شيء. زين، انا بالخوف انهم يعرفوا صوتي وكذا. عندكم تغيير صوت؟ حط حاجة غير صوتك، مو مشكلة، وغير اسمك. انت اسمك الحقيقي محمد الشفاء؟ ايوه. ولا لا؟ سمي نفسك حاجة ثانية، مالك عابدة، مالك محمد. اها، حلو، جميل. متى نشرتكم ان شاء الله؟ نشاط ما في، الامر طبيعي كذا، ما الا اذا تبغى نضيف شيء كذا نالف، يعني نحط يعني حاجه كذا. ما تقدر تتصل بالمنطقة بالقطيف بالعوامية؟ الا اقدر، بس انا الحين مشغول في الدمام. يا عمي بالدمام مشغول، معلش هو تليفون دقائق. اوكي، خلاص على موعدنا بعد ساعه. اقل ساعة، نص ساعة. يسلم محمد، يعطيك العافيه، يلا يقويكم. يقويكم، الله يعينكم. امين. هلا. معنا الناشط السياسي السعودي من المنطقة الشرقية في السعودية محمد الشفاء. سيد محمد، هل هناك الآن محاولات تجري لاستعادة جثمان الشيخ الشهيد ومن معه؟ طبعا اولا اليوم هو الاحد، بدايه اسبوع في السعوديه، حيث عاد جميع لاعمالهم بما فيهم الطلاب الذين اتجهوا لاداء امتحاناتهم. الوضع العام مستقر بالمنطقه ولا توجد مظاهر تلفت النظر كما يروج له الاعلام ومنها قناه العالم. الجميع هنا بالسعوديه تباشر بقتل النمر وبقيه الارهابيين لانها زادت من ترابط ابناء المذهبين الشيعي. لا افهم، يعني لو تكرر ما ذكرته سيد. قتلوا الفضائيات بما فيهم قتل النمر الذي صنف ارهابيا. يعني ربما لم تسمع سؤالي سيد محمد الشفاء، يعني لم اسمع بوضوح ما ذكرتموه فيما يتعلق بمحاولات استعادة جثمان الشيخ الشهيد ومن معه. فقدنا الاتصال مع محمد الشفاء، ناشط سياسي سعودي من المنطقة الشرقية في السعودية.